السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا باحسن صحة واحسن حال. معانا النهاردة ان شاء الله لحمة راس، هنشوف هنغسلها ازاي وهنعملها ازاي مع بعض، وهتطلع ان شاء الله زي الزبدة. اتمنى تجربوها. معانا دلوقتي لحمة الراس اهي، هنبص فيها ونشوف فيها لو كان فيها اي حاجة نشيلها. اهيت هي معانا نظيفة زي الوردة اهيت، مش فيها حاجة اهيت. نرفع لها المية كده نغسلها، ننزل المية الوحشة اللي فيها. اهي نشيلها بالمية الوحشة دي كلها اهي. هنبصها كويس اهي. نمسكها حته حته كده ونبص فيها. كانت عايزه تقطيع نقطعها، بس هي بتاعتنا نخليها الرجل يقطعهن وحلوه زي الوردة اهي. هي اللي متلابسه في بعضيها. اهي خلاص هنكب المية بتاعتها. كده هنحط عليها شوية دقيق، حباية طماطم. الطماطم بتشيل اي زفارة في اي لحمة، في اي طير، في اي حاجة، بتشيل اي زفارة في الاكل. نفركها بالطماطم كده وبالدقيق. لازم اللحمة بتاعتنا تنغسل كويس من اي زفارة ولا اي حاجة فيها. نمسكها حتة حتة كده ونغسلها كويس. انتوا شايفين كده اهي، في الدقيق وفي الطماطم اهي. نغسلها بالمية تاني. احنا بنغسلها كذا مرة عشان نتأكد من الزفارة اللي فيها ونتأكد ان هي غسلت. اهي اللحمة بتاعتنا متلابسة في بعضيها كلها، فيها سمين على احمر، متلابسة في بعضيها. انتوا وشطارتكم بقى، اللي بيحبها سمين يجيب كده، واللي بيحبها احنا بنحبها متلابسة كده في بعضيها.
لك اهي. غسلناها كويس ونشفناها. هنجيب حله اهي على النار اهي وهنولع عليها اهي. خلي الحله كده تسخن. هنجيب اللحمه وننزل بها على الحله اهيت اهي بعد ما غسلناها ونقعناها. اللحمه عاد زي الورد اهي اهي. هننزل بها هنا اهي في الحله اهي اهي. وبعد كده هننزل ببصلايه كبيره على اللحمه اهي معلقه توم كبيره اهي. هننزل بالبهارات بتاعتنا. هنسيب الملح في الاخر خالص علشان ايه مش ياخر سوى اللحم. وهنديها تقليبه كده وهنسيبها على النار. هتنزل الميه وتدينها تشربها. هتنزل الميه وتدينها تشرب الميه بتاعتها لغايه لما تنشف خالص ونشوف هنعمل ايه بعدين. هي اللحمه تنزل ميتها وهتاخد تشرب الميه بتاعتها. هنغطي عليها وهنسيبها على النار كل شويه نديها تقليبه ونسيبها لغايه لما تنزل ميتها وتشربها. على بال ما اللحمه تنزل ميتها وتشربها يكون احنا ولعنا عملنا شويه رز. يعني السرعه دي عملنا شويه رز بشعريه على بال ما اللحمه تشرب الميه بتاعتها يكون احنا عملنا شويه رز بشعريه على قيمه حطينا الزيت والشعريه اهو. نحمرها سيبها تتحمر ونشوف هنعمل معاها. طبعا اهو يا حبايب قلبي بعد ما الشعريه اتحمرت هننزل عليها بالرز غسلينه ونسخنيه كويس اهو. ننزل عليها بالملح نقلب الرز الشعريه على بال ما اللحمه تشرب ميتها. يكون احنا عملنا شويه الرز على عين السمنه اهو يا حبايبي. قلبي بعد ما الرز اتشوح هننزل بالجعل بتاعه اهو. الميه المغليه يا دوب الميه تبقى مغطيه الرز اهو. ونسيبه يتشرب. وادي اللحمه بتاعتنا على العين التانيه اهي اهي بتنزل ميتها اهيت لسه مش اتشربت الميه بتاعتها. هنسيبها مع نفسها. قلبي بعد ما اللحمه نزلت ميتها اهو اتشربت اهو اهي نشفت اهي مش قاعده عليها اي حاجه اهو اهو زي ما انتم شايفين اهو اهي. نزلنا عليها الوقت بقى بمعلقه سمنه بس. هننزل عليها بالطماطم شفشف ونص طماطم نسبك في قلبهم. اللحمه مع الطماطم يسبكوا في قلب بعض يستووا في قلب بعض اهي. وهنسيبها برضه على النار لغايه لما تتسبك في قلب بعضيها وكل شويه نقلبها ونشوف هنعمل ايه بعد كده. يا حبايب قلبي بعد ما الطماطم اتسبكت اهو حطينا لها كوبايه واحده بس ميه. اللي حابب يكمل سواها على كده وياكلها مع الرز تبقى لحمه بصلصه كده ماشي. اللي حابب يحط اي خضار فيها يحط. انا هحط خضار فيها. هحط فيها شويه بسله بس كده اهو في قلبها تستوي كلها مع بعضيها اهي. هنسيبها لغايه لما البسله بس تاخد لها فرتين كده تستوي في قلبها. هوريكم بعد ما تستوي. سيبها تستوي كده تتسبك في قلب بعضيها مع البسله وبعد كده هوريلكم. قلب اهو بعد ما البسله استوت في قلب اللحمه اهو. لحمه الراس اهي
شفناها ازاي اهوت. هنطفي عليها اهي رفعوا القهوة اهو يا حبايب قلبي. البسلة اهي مع اللحمة، البسلة استوت اهي ولد زي الورد واللحمة اهي معاها اهي. دي شكلها من هي اهو. وده الرز بتاعنا بشعرية اللي احنا لسه عاملينه مع بعض اهو. دي اكلنا النهارده، غدانا النهارده. واتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.